もっと新しい自分が欲しい。السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين والمتابعين في فيديو جديد مع بيس يونايتد تيم. الجزء التاني بقى حسبنا إن في ما بين 200 ل 300 كوين، نخش برضه نتأكد هو كان في كام كوين. هنا في أدي 100، ننزل تحت شوية 100 كمان. أحرز 3 أهداف عملناها. تسجيل الدخول دي مفيهاش. زائد إحصائيات لاعب، الاتنين دول هيجوا مع بعض. العب مباريات، تطوير لاعب على المستوى، تغيير مديرك الفني. تمام. تعال نخش نعمل إجراء تدريب مستوى على اللاعب. طبعا مفيش لاعب غيره. بالنسبة لتدريب اللاعبين احنا حاليا هنعمل ايه؟ اللعيبة اللي هي ليها لازمة هي اللي هندربها. يعني مثلا دلوقتي انا لو معايا لاعب بيزك التشكيلة هيوصل مثلا وليكن ريت 96 مثلا او 97 او 98، دي كده حاجة ملهاش لازمة ان ادربه. لا بقى، لان اللاعب اللي هدربه لاعب انا هخليه في التشكيلة بعد كده، لاعب اعتمد عليه. يعني مثلا فييرا مش هيطلع من التشكيله كلاعب ايبك، ده كده اساسي في التشكيله مش هيطلع. انا هعمل نفس النظام مع اللعيبه التانية. اللاعب اللي هيبقى اساسي في التشكيله مثلا زي نيمار هضربه واخليه في التشكيله عشان اللاعب مش هيطلع. وليكن مثلا جالي لاعب زي مثلا صليبه العود الترشيح ده، مثلا لاعب هيوصل 100، ده برضه هيبقى في التشكيله بعد كده، فده هيتطور. ديابي هيتطور، لازم يبقى في التشكيله متطور. لاعب مثلا وليكن 5 نجوم زي بلينجهام، ده النسخه البيزك بتاعته بتوصل 100، ده مثلا هيبقى، فده هيبقى في التشكيله اساسي. لاعب زي مثلا وليكن روبن دياز النسخة العادية بتجيب 98 بس، ده أنا مش هعتمد عليه لأن مثلا ده بيجيب 98. ف 98 مع الليفلات التانية اللي هي مثلا صليبة 100، فيرا 102، نيمار 101 كده، مش هيبقى ليه لازمة أوي. اللي هو شوية هيجي نجوم أسبوع مكانه غصب عنه هيطلع، فكده لما طلع أنا مستفدتش منه حاجة، فهو نقط تدريب راحت على الفاضي. فهخليه في التشكيلة من غير ما أطوره أصلا. هنعمل كده مع اللاعبين اللي هي في الأغلب هتطلع من التشكيلة، اللي هي محطوطة في التشكيلة مؤقتا بتسندها بس. نطور فيرا، نحط له اي نقط تدريب حاليا بس كده تدي منظر عشان نعدي المهمات، كفايه اللي فوق. ولما نجيب نقط تدريب نيجي نكمل معاه. عم فيرا التقدم تلقائي. ماشي، خدنا مدرب، يبقى احنا كده عندنا مهمة المدرب، هنحط مدرب في التشكيلة كده مهمة تانية. وعملنا تقدم اللاعب، دي كده مهمة تالتة. يبقى بقينا بس مهمات تسجيل الدخول والماتشات هنخلصهم برضه. تعالى هنستلم المدرب ونروح نعمل مهمة تغيير المدرب ونستلم نقط التدريب. تعالى يا عم المدرب، تغيير المدير الفني. كده كده يعني الاتنين ملهمش عازة، وشوية وهنشتري المدرب من المتجر بس مؤقتا. مهام أولية دي بقى تسجيل دخول بكرة في 100 كوين، ولما نكمل 5 ماتشات وده هيكون النهاردة بإذن الله 100 كوين. تمام. تمام. ماشي. دلوقتي كده الحاجات دي محتاجة إن احنا نلعب ماتشات، هنلم بقى اللعيبة اللي احنا استلمناها دي كلها وبعد كده نروح نلعب الماتشات. نستلم الهدايا. ليفاندوسكي. ليفا ده مثلا من الناس اللي تفضل في التشكيل، هيوصل 99، وانا دلوقتي كحد لسه بادئ مش هيبقى معايا لعيبه توصل 99 كتير. نخش بقى على التشكيله، نحط اللعيبه اللي جبناها. بالنسبه بقى للماتش باس والمهمات، احنا دلوقتي في الماتش باس هنحتاج نلعب 100 ماتش. طبعا الاحداث والحاجات اللي في اللعبه والهري ده كله بعد ما نخلصه ممكن يوصلوا مثلا ل 20، قول 30 ماتش مثلا. فانت دلوقتي لما تلعب 30 ماتش محتاج تكمل 100 شهر. 100 ماتش هنلعبهم في، هنلعبهم في الماي ليج. ممكن نعمل حاجه نضرب بيها عصفورين بحجر. هنلعب في الماي ليج. تمام. نختار برشلونه وليكن. في الماي ليج هنا نقاط الاستبدال، عناصر الدوري، لو نزلنا تحت كده في اللي هي مضاعفة نقط التدريب في 4 دي. دلوقتي احنا لما نشحنها ونيجي نلعب هنا في الماي ليج كام ماتش، أول حاجة هنستفاد إن اللعيبة نقط التدريب بتاعتهم هتتضاعف على طول، يعني تضرب في 4. مثلا لو لاعب بيزيد 100 نقطة فهيزيد 400، فدي هتخلي اللعيبة تتطور أسرع. حاجة تانية، احنا دلوقتي محتاجين نلعب 100 ماتش عشان نخلص الماتش بس ونستفاد من كل حاجة فيه، فهنلعبهم هنا مش هيبقى في حاجة تانية يتلعب فيها. كده بقى نروح نخلص الماتشات الاونلاين خالص وبعد كده نخش على الاوفلاين. لان الاونلاين دلوقتي كده ماتشات بتديك لعبه اعاره. يعني مثلا دلوقتي الانجليش ليج هتختار فرقه واللعبه اللي معاك تتحط في التشكيله، واللي مش موجود معاك اللعبه بتكمل لك اللعيبه من تشكيله الفرقه دي كلاعيبه اعاره.
فاحنا هنلعبهم عشان الموضوع مش هيبقى صعب، هنخلصهم على طول وبعد كده نخش على الاوفلاين عشان ده اللي هياخد مننا مجهود شويه، عشان هنحتاج لسه نقعد نجيب لعيبه وياخد هري كتير. نيجي بقى نلعب الماتش اونلاين، نيجي نختار السيتي، نحط لنا اللعيبه بتاعت الدوري الانجليزي ويكمل اللعيبه من السيتي. هالاند والانفراد؟ مش للدرجه دي يا عم هالاند، ولا عشان المدرب يعني مش شديد ما بتسمعش كلامه؟ طب جون لوحدك يا عم. فييرا بطيء. فودن 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 فودن. نقلب وندي هالاند. ما جاتش لهالاند. هالاند موجود. والركنية تأتي. مكان نجس بيتلعب فيه ركنية. ما كنتش متوقع انها تعدي للآخر صراحة. شوط. ما عدتش يا عم دي بروين. الصحة بقت في النازل. مش متوقع يعني ان حد غيرك بيعرف يعمل سيروهات. ده عم فييرا يا عم. الملعب متقفل بس انا مش عارف العب بالجماعة المهاجمين دول. عندكم مش من الجماعة اللي بعرف العب بيهم. ولا هالاند. وريني شوطتك يا فييرا. ده تعبان في الشوط. برضه انا مع ان هو مش متطور فانا مش هقسى عليك دلوقتي. الشوط التاني نحاول بجلitch سنترا بس طبعا مش هيجي، اللعبة هنا ناسي اصلا هي مكانها فيها. ده جه وعدت وجون. للاسف متعديش من هنا. وهالاند تاني هالاند تاني. اديها في وشه عادي. والتاني يأتي دوكو. في امل في اي جون تاني ولا هندفع على كده؟ هالاند بيفلت. وحشة يا دي بروين، اخرت ثانية واحدة بتقف على ثانية. اخ لو كانت تعدي. هي جت لفودن هنا. بتاعته مش بتاعته. هالاند التالت. ما تليتش. الماتش خلص خلاص. سيب الانالوج وهو يلعب لوحده. لو جاب جون مش هزعل. سيب الانالوج سيب الانالوج. الله خلينا جاب جون. تعالى خدها بقى. كده تاني 50 كوين.
عايزين نكمل 250 و125، عايزين نكمل 375 كوين عشان نشحن الماتش بس، ونبص اللعيبة في التشكيلة.